نكمل ان شاء الله. اليوم حنطلب بالعكس مهمه تنورنا، لكن احنا صلب موضوعنا اني غير عبد الرزاق. لحظه بعد عبد الوهاب باهي تمام. احنا تو لما كتبت فينا السعادات فلازم تشكره. احنا بالنسبه لنا احنا بكره قلت لكم انا بالنسبه لي بما معناه هي خلاص بنجهز. كيف بنجهز الكلام اللي قلنا؟ محتويات ترقيم الصفحات. ترقيم الصفحات. ترقيم الصفحات. انتاج التوصيات. خليك شويه خلاص تمام. بحث الاستنتاجات والتوصيات بعد جمعت المعلومات من مصادر مختلفه، بعدين اللي هو حددت البيانات من المعلومات، عدد المعامل وما تبي اللي هو متاح الكليه كان سيرته اللي هو في اخر شيء المراجعه. هذه الطريقه وهذا الصلب بالموضوع بتاعنا هذا. وهذا اللي دايرنا، هذا خطوه كويسه جدا. وشيء ثاني خطوه التاهيل اللي هو مصعب قايم تدريب. ان شاء الله تابعوا في الفتره الماضيه يقول لك لا مشكله في المشرف. فارس محتوى البحث ويتكون من بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا اليوم نلتقي في مفوضية غاية الكشافة والمرشدات قطاع تنمية القيادات كشافة في ورشة عمل تأهيل قائد الفرقة الجانب النظري اللي متعلق باللي هو استكمال متطلبات الحصول على وسام الغاب أو الشارة الخشبية. طبعا المستهدف كل من حضر أو أجيز في القسم العملي أو الجانب العملي، والآن وضحوا لهم كيف اللي هو الكتابة في البحث من اللي هو اختيار الموضوع وجمع المعلومات وكذلك خطة البحث وكل الأمور المتعلقة باللي هو كتابة البحث. هذه طبعا الطريقة من الطرق الحديثة. طبعا الكشاف يواكب التطور، طريقة أكاديمية حديثة تخدم الحركة الكشفية سواء على مستوى الفرقة أو الفوج أو المفوضية أو هيئة القيادة العامة. طبعا كان تفاعل جيد جدا مع الحاضرين، ونتمنى التوفيق لهؤلاء القادة، وقريبا حيكونوا اللي هو في مستوى اللي هو أو حاملي الشارة الخشبية إن شاء الله. طبعا احنا كقاده اللي هو على مستوى المفوضيه قاده الاشبال والفتيان وجميع الحلقات، اليوم طبعا تلقينا اللي هو ورشه عمل بالنسبه اعداد كيفيه اعداد البحوث. طبعا مكتب تنميه القيادات مفوضيه غايه الكشافه والمرشدات طبعا استفدنا منها اللي هو كيف تكتب البحث واهميه البحث، ويعني كيف تستخلص البحث وهل في ابحاث جديده ام لا. طبعا كلها في اطار اللي هو الحركه الكشفيه. الانشطه الكشفيه طبعا متوقفه على اللي هو على حسب الخطط اللي حيلت على مستوى المفوضيه. نتكلم على مستوى المفوضيه، طبعا في خطط تتحل من القطاعات والحلقات حتحول اللي هو المفوضيه، منها حيتم تنفيذ البرامج على مستوى المفوضيه باذن الله على حسب الخطه السنويه اللي وضعت من قبل القطاعات والحلقات.